السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وكل سنة طبعا وانتم طيبين بمناسبة طبعا بهلول شهر رجب. يا رب كده يهل علينا شهر شعبان ورمضان بالخير أجمعين يا رب العالمين. وطبعا صياما مقبولا إن شاء الله منكم أجمعين يا رب العالمين. ويا رب يبلغنا رمضان بالخير يا رب، ونكون كلنا كده يا رب في أحسن حال. طبعا هنسمي الله وهنصلي على الرسول زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. هنعمل احلى عيش فلاحي على عين البوتاجاز. طبعا خليكم معايا زي ما شفتوا الجمال ده في الاول كده. خليكم معايا لاخر الفيديو كده عشان هنعمل ان شاء الله احلى حاجه مع بعض. طبعا ما تنسوناش طبعا باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي، وبحبكم في الله جدا جدا. اول حاجه كده هنسمي الله زي ما شفتوا كده. ومعايا 2 كيلو دقيق طبعا نخلينهم، حطينا عليهم 3 معالق من الخميره الفوريه، وحطيت طبعا 3 معالق من الملح. اول مره بحياتي بصراحه ما اكدبش عليكم اعجن بخميره فوريه العيش الفلاحي. انا بستخدم بصراحه على طول العيش الخميره اللي هي البيره، اكيد في ناس كتير عارفاها. خلاص. زي ما شفتوا كده قلبت. ممكن تدوبي الخميرة في مية، ممكن تحطي بالشكل ده. انا حطيتها زي ما شفتوا رشتها كده هي والملح، وهحط كده على طول المية. طبعا منة الله قاعدة جنبي بتكب لي المية دي، مية دافية يعني سخن، مش سخنة قوي ولا باردة قوي. خلاص. في الشتاء بنعجن زي ما قلنا بمية سخنة دافية، وفي الصيف بنعجن بمية من الحنفية. ده طبعا دقيق يا جماعة، دي اللي احنا بنعجن بيه دوت دقيق فلاحين اللي هو دقيق القمح. ممكن تستخدمي اي نوع دقيق، مش شرط دقيق الفلاحين. طبعا حبايبي من جوه من بره مصر بيقولوا عليه طحين. ده دقيق اللي هو دقيق الشكاير اللي هي بتاعه البطايق. يعني احنا بطاقة التومين بتاعتنا اللي بنجيب بيها التومين كل شهر، بنجيب برضو بيها ساعات دقيق. ده الدقيق بتاعها. طبعا في كذا نوع دقيق وفي انواع دقيق كتير، بس الصراحة عايزة اقول لكم يعني ما شاء الله، يعني احلى دقيق بيبقى في عيش فعلا حقيقي حقيقي هو العيش القمح بتاع الفلاحين. بتبقى لقمته طرية جدا لاخر لقمة، حتى لو مش حطاها في الفريزر بتاع التلاجة بتبقى بسم الله ما شاء الله عاملة زي الملبن. وطبعا ده برضو بيبقى كده. يعني بكلمكم بصراحة، بصوا العجين. طبعا العجين طريقته سهلة وهعجنه بإيدي بكل سهولة. عجينته سهلة، لازم تديله حقه في العجين يطلع معاك العيش في منتهى الجمال. أهم حاجة مرحلة العجن، بنعجن بإيدنا، بنغرس كده بإيدنا. طريقة سهلة يا جماعة جدا، مش محتاجة أي حاجة. طبعا مش هقدر أقول لكم زي ما قلنا في كل فيديو خاب مية قد إيه. كل دقيق بيختلف عن الدقيق اللي قبله. أنا هوريكم قوام العجين اللي انتوا توصلوا له. في العجين في الشتاء بتبقى عجينته طرية شوية، لكن في الصيف بييبس العجينة، نخليها ناشفة شوية. علشان ايه؟ يعني بنقلل فيها المية علشان في الصيف بيحل شوية وبيضطر. لكن في الشتاء من شدة السقعة والهواء وكده العجينة بتمسك نفسها وبتبقى ناشفة شوية بقى، حتى لو انتي مطرياها شوية بتنشف. زي ما شفتوا عجينته لينة جدا مظبوطة في منتهى الجمال. جبت شوية دقيق كده بعد ما خلصت وحطيتهم على الوش كده. احنا بنعمل كده بنقول عليها زي ما قلت في قبل كده. انا غبست معاكم طبعا مرتين على القناة عيش فلاحي بنستر العجين. خلاص هغطيه كده طبعا عشان نسيبه بقى يختمر. بيقعد قد ايه بمدة الخمر بتاعه؟ على حسب الجو وعلى حسب التدفية اللي انتي مدفيها له. انا قاعد معايا بصراحة حوالي 35 دقيقة ومعاه خمر كده بسم الله ما شاء الله. طبعا الطبق ده كبير وواسع، انا حبيت ان انا اعمل في طبق واسع عشان اعجنه عجنة كويسة واديله حقه في العجين. جيت هنا طبعا دي الردة يا جماعة. الردة دي بتطلع ايه؟ من الدقيق القمح. بتتجاب من عند العطار، بتقول له عايزة ردة ناعمة. دي اسمها ردة ناعمة بتاعت غبيس، عشان في ردة خشنة شوية حرشة شوية. لا دي اسمها ردة ناعمة، بتطلع يا جماعة من الدقيق او الطحين اللي بننخله. طبعا الدقيق اللي انا نخلته ده اللهم بارك ما كانش فيه ردة. انا كنت نفسي اوريهولكم وانا بنخله، بس عشان ما هطولش عليكم نخلته كده وجهزته. لازم ننخل الدقيق كويس قبل ما نعجنه ونخبزه. هقطع بالشكل ده. بصوا التقطيع سهل جدا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا عجينته عامله ازاي في منتهى الجمال. انا بقطع كده، حط شويه زيت في طبق ببل ايدي وبقطع بالشكل ده. عايزه اقول لكم يعني حابه تقطعي على زيت على ميه على دقيق
دي حاجة ترجع لك انتي، بس عايزة اقول لكم بصراحة التقطيع على الزيت في منتهى الجمال، بيفرق كتير في الرغيف بتاع العيش. ليه؟ بيخليه بيلمع وحلو زي ما انتم شايفين اهو، بتفضل اللمعة دي فيه لحد ما بتخبزيه كمان. جميل جدا جدا. هقطع الكمية كلها وهوريها لكم في الاخر. اللهم بارك. طبعا انا مصغراه عن العيش اللي احنا عملناه مع بعض على القناة، عشان طبعا كنت بخبز في فرن كبير اللي هو فرن الانبوبة اللي هو بالغاز. طبعا كنت بخبز عيش كبير، طبعا مقطعاه الرغيف ما شاء الله يعني 3 من دول، لكن ده انا مصغراه عشان هنعمله على عين البوتاجاز. بصوا العيش التقطيع بتاعي اهو. طبعا هنصغر لو هنعمل على عين البوتاجاز، مخليه كده ما شاء الله يعني حجمه صغير. وهوريلكم طبعا بعد ما خلصت بسيبه يرتاح حوالي 10 دقايق قبل ما اجهز حاجتي بقى وجهز الحاجة اللي هشتغل بيها، يكون اختمى. انا عملت الفكرة لحبايبي اللي بحبهم في الله جدا جدا اهو. هنا كنت بفرده اهو، رشيت شوية دقيق كده لو انتي حابة تحطي دقيق، بس عايزة اقولك بصراحة الافضل ما تحطيش دقيق خالص على وشه. اعمليه كده. انا اول مرة على فكرة ما اكدبش عليكم، وانتوا عارفين ان انا صريحة معاكم، اول مرة اعمل عيش على عين البوتاجاز فلاحي، اول مرة بصراحة اعمله، وان شاء الله مش هتبقى اخر مرة. حطيت صينية كده قلبتها، ما نحطش الصينية طبعا على القعر، لا انا قلبتها بالشكل ده وحطيتها على عين البوتاجاز الكبيرة على نار يعني ايه متوسطة، ورحيت الرغيف وفردته بالشكل ده على ايدي بكل سهولة. حبيت اعمل الفكرة معاكم زي ما قلت لكم، لحبايبي اللي ما بيعرفوش يروحوا على مطرحة، ما بيعرفوش يروحوا على ايدهم، ما بيعرفوش يحدفوا الرغيف في قلب الفرن. هيبقى سهل ليكوا جدا. طبعا كل سنة وانتوا طيبين، رمضان ان شاء الله خلاص يعني، الايام بتجري بسرعة، فبتحتاجي في السحور عيش ممكن بشوية دقيق وشوية مية يا حبيبتي تعملي احسن حاجة. زي ما شفتوا كده اول ما بيحمر من تحت بروح شايلاه وحطاه على صينية وادخله تحت الشواية في قلب فرن البوتاجاز اللي انا بعمل عليه ده. طريقة سهلة. شفتوا انا بشيل الرغيف ازاي بكل سهولة. اول ما بلاقيه بصوا الفقاقيع بتاعته بتطلع لفوق كده، طبعا هو مش هيقب خالص وعلى عين البوتاجاز، هيقب جوه الفرن. طبعا العيش الفلاحي بيحب اي عيش بيحب النار عالية عليه، فطبعا انا مش هينفع اعلي النار عليه من تحت قوي عشان ما يتحرقش، خليها متوسطة. بصوا برحب بكل سهولة زي ما انتم شايفين اهو، وبفرده وبروح حاتفاه بالشكل ده. ممكن تصغري انتي الرغيف عن كده عشان تعرفي تشيليه. خلاص. طريقة سهلة يا جماعة ومبسطة جدا لحبايبي اللي نفسهم يعملوا عيش ومش عارفين، هيبقى معاكم بمنتهى السهولة وبمنتهى الجمال. وطبعا يعني هيبقى زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو عيش جميل زي ما شفتوا اللهم بارك كده. يعني في السحور هنحتاجه وفي الفطور هنحتاجه. بشوية مية ودقيق، لو عندك شوية دقيق هتعملي عيش بكل سهولة. عايزة اقول لكم ان ما خدش معايا ما شاء الله 10 دقايق، كنت مفيش 10 دقايق والله اقل من 10 دقايق. عايزة اقول لكم بيحمر بسرعة من تحت، نخلي بالنا نرفع طبعا ونشوف كده اول ما الرغيف نحس ان هو ايه يتشمع من تحت كده واصفر كده من تحت، هنشيله على طول على صينية كده ونروح مدخلينه اهو. كنت بوريكم تحت الشواية على طول مباشرة عشان يقب بسرعة ويحمر على طول عشان ما ينشفش مننا. اه بشيل بالشكل ده بكل سهولة اهو، بوريكم قعره بصوا ما شاء الله، ولا هو محروق ولا هو في اي حاجة. وبدخل زي ما قلت على الصينية تحت الشواية. طبعا بصراحة بأمانة الله بكلمكم بأمانة في منتهى الجمال، بس كل فين وفين لما رغيف هيقب معاكي. مش شرط ان هو يقب يبقى مش حلو اهو. ده كان قب معايا بسم الله ما شاء الله والله. كان نفسي اصوره لكم في قلب الفرن وهو قابب يعني، بس معلش بقى. ان شاء الله هنعمل عيش كتير مع بعض وهنعمل احسن حاجة. بصوا قابب ازاي وجميل، حاجة نظيفة، حاجة ما شاء الله اللهم بارك، في منتهى الجمال للناس اللي حابة تعمل عيش. بسطنا لكم كل الامور بطريقة سهلة. هنا كنت بوريكم بصوا اول ما طلع بصراحة بوريه لكم عامل ازاي طري جدا ما شاء الله، مستوي من جوه قلبه مهوي زي ما انتم شايفين اهو، مش مكتوم مش معجن. حاجة في منتهى الجمال، حاجة سهلة جدا لحبايبي اللي بحبهم في الله جدا جدا. بصوا ما شاء الله عامل ازاي العيش ده كله اللي انا غبسته على عين البوتاجاز بامانه في منتهى الجمال. هو بصراحه مختلف عن اللي بنخبزه في الفرن بتاعنا. طبعا شفتوا العيش التاني، بس ده بامانه حلو جدا. للناس اللي عايزه بص كنت وريكم والله الصينيه ما جرالهاش اي حاجه.
يعني بسم الله ما شاء الله ولا كأني غمزنا عليها أصلًا. بُصّوا من جوّه عامل إزاي، بسم الله ما شاء الله. طبعًا اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسيناش باللايك والاشتراك، وما ينسيناش طبعًا بدعوة حلوة، واللي أول مرّة يشوف قناتي يخش فيها ويشترك كده عشان عيلتنا تكبر بيكم أنا وبناتي، وباحبكم في الله جدًا، جدًا، وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديو مبسّط وسهل وسريع. حبيت الفكرة إن أوريكم إن ممكن تعملي كل حاجة بإيديكِ لعيالِك وتوفّري. باحبكم في الله يا أحلى أخوات في الدنيا.